السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب قلبي؟ إن شاء الله بخير، يا رب تكونوا بألف صحة وسلامة. طبعا شباب، اليوم جايب لكم طريقة الحصول على أي قرية في كلاش أوف كلانس، يعني اعتبارا اختراق أي قرية في كلاش أوف كلانس. طريقة جدا سهلة وفريدة من نوعها، وما يعني قليل إنه ناشرينها باليوتيوب، وأعتقد إنه شخص واحد احتمال أنا شفت إنه ناشر هاي الطريقة، لا أكثر. على العموم شباب، راح أفهمكم أنا بالطريقة شلون. طريقة جدا سهلة للغاية، يعني لما راح انت ترسل للإيميل وكذا. طريقة جدا سهلة. أول شيء تسوونه، راح تدخلون على هذا الموقع. راح أضع لكم رابط الموقع أسفل الفيديو. طبعا هذا الموقع خاص بشركة كلاش اوف كلانس. أول ما راح تفتح الموقع شباب، راح تنتظر قليل، راح يظهر لك بهالشكل هذه. تضغط على أول شيء إذا أنت حاطط يعني تخترق قرية كلاش، هذه قرية كلاش. إذا هاي داي هذه هاي داي، إذا هذه اللعبة أو كلاش رويال. المهم إحنا على كلاش أوف كلانس، نضغط عليها. هنا يقول لك الخيار الثاني، حدد النوع مالت جهازك، يعني شنو جهازك أنت، أندرويد، آيفون إلى غير. نحدد أندرويد. هنا شباب اللغة اللي تريد يراسلونك بيها العربية. هنا شباب تخلونا على آخر خيار، أوكي، آخر خيار. هنا شباب اليوزر نيم، يوزر نيم مالت القرية تريد تخترقها. احنا وصلنا هسه لهذه المرحلة. شو نسوي؟ ندخل على كلاش اوف كلانس. اوكي، راح افهمكم شلون تاخذون اليوزر نيم، وانتبهوا على كلام الشباب حتى ان شاء الله تقدرون انه تخترقون القناة اللي بالكم. هذه فتحنا قرية، اوكي. راح تروح على هذه الخيار، هذا اللي هنا، او الكاس، هذه شكل الكاس. بعدين تروح على افضل اللاعبين، تفتح اي قرية انت ببالك، يعني مو الا افضل اللاعبين، اي قرية انت مختارة تريد انت تخترقها. بس انا جاي اقول لك مثلا هذه، اوكي. تنطي الملف الشخصي. بعدها تروح تلقي هذه الكتابة شباب اللي باللغة الصينية، اسفلها هذه اللي بدايتها هاشتاج. هذا الاسم المستخدم اللي جاي تشوفونه، يعني مو الكتابة بالصيني باللغة الصينية اللي اسفلها، هذه هي تصير. تاخذون هذا تكتبونه عندكم بورقة، بعدين ترجعون للموقع. اوكي، هسه حفظتوها. تاخذون اليوزر نيم، بعدين شنو؟ ترجعون للموقع. ترجعون تكتبون هنا اليوزر نيم اللي اخذناه. اوكي. هنا يقول لك الليفل، اكتب الليفل مالتك، الليفل مالت القرية اللي هو اعتقد يعني 198 هيجي. تكتب هنا الليفل الخاص بالقرية. هنا الايميل اللي يراسلونك عليه، حتى يرسلوا لك الايميل الخاص بهذه القرية والباسورد مالتها. اوكي. هنا تكتب شباب الرسالة راح اضع لك اياها اسفل الفيديو. طبعا الايميل هو راح يوصل لك عن طريقة جدا مضمونة شباب. هذه راح يرسلوا لك الايميل والباسورد بالرسالة، راح يعني انه انت فقدت قريتك من يعني من جهة الاحتيال والنصب ومن القراصنة وكذا، يعني تفصيليا انه قريتك فقدتها وتريد تسترجعها. هنا يقول لك صور القرية، يعني شو تسوي انت؟ تروح على القرية هذه، اوكي. ما تصورها، تصور هذه فقط، تصور هذه حتى يظهر لهم اسم المستخدم صحيح. اوكي. تضغط تصوير الشاشة، تصور لهم. بعدين شو تسوي؟ ترجع للموقع. ترجع للموقع، تضغط على هذه وترفع الصورة لهم. اوكي. بعدها شباب تضغط ارسال. ورا ما تضغط هذا زر الارسال، راح تراسلهم خلال تقريبا 12 ساعة 24 ساعة. راح يجاوبونك ويدزوا لك الايميل والباسورد الخاص بالقرية. يجاوبونك يعني رسالة بالانجليش، بعدين بالاخير تلقي الايميل والباسورد، تكتبه. وهيجي طريقة راح تقدر انه انت تخترق القرية. طبعا لهنا خلصت الشرح. اتمنى عجبكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة، زائد لايك، واتمنى انه تدعموني باللايك والتعليق اذا حابين انه استمر بشروحاتي. وان شاء الله راح استمر يعني وانزل لكم مقاطع الفيديو، العفو الشروحات باقرب وقت، يعني ما اتاخر عليكم ان شاء الله. يلا حبايب قلبي، لا تنسون ضغط لايك للفيديو واشتراك بالقناة. مع السلامة.